السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم احنا متابعين؟ ان شاء الله تكونوا بخير. والفيديو بتاعنا النهارده هيكون عن خلاط براون. هقول لكم كل حاجة عنه، هقول لكم عيوبه ومميزاته، لو انت عايز تشتريه هنصحك تشتريه ولا لا. هقول لك كل حاجة عنه. وفي البداية كده خلينا متفقين ان براون من افضل الحاجات، يعني من افضل الشركات او من افضل الماركات بالنسبة للأجهزة. الحاجات يعني براون دي من الحاجات المفضلة بالنسبة لي انا شخصيا. يعني انا اي حاجة مجرباها عندي من براون بحبها جدا، وما بجيب اي حاجة بحب اجيبها براون. طبعا انا في بداية الجواز كنت جايبة من كل الماركات، طبعا كل زي ما احنا اتفقنا ان كل شركة في عندها حاجة مميزة. يعني كل حاجه هتلاقي عندها حاجه مميزه، وممكن يكون في حاجه حلوه وحاجه لا. يعني مش معنى ان الشركه دي كويسه يبقى كل حاجتها كويسه، لا، هي كل شركه بتبقى يعني ايه مميزه بحاجه معينه. فاول حاجه تعالوا نشوفها بس الخلاط ده. اولا كده الخلاط ده مش من مصر، يعني الخلاط ده مش جاي من مصر، الخلاط ده جاي من بره. لان بتاع مصر بيجي عباره عن الجهاز وبيجي الشفشق بس، ما بيجيش معاه المطحنتين. هحط لكم برده صوره الجهاز البراون المصري اللي بيجي. ماشي، ده بقى جاي من بره، جاي مع المطحنتين زي ما احنا شايفين كده. دي مطحنه ستانلس. ماشي، دي ممكن تشتغل معاكي كبه، ممكن تشتغل مطحنه وكده. ودي مطحنه بلاستيك عاديه جدا. اللي خلاني انا جبت الجهاز ده من بره ان هو جاي مع المطحنتين، وطبعا المطحنتين بتوع الخلاط ما فيش عنهم غنى خالص. والا لو انت حابه تجيبيه من مصر اللي هو بضمان مصري يعني وكده، بتجيبي الخلاط وبتجيبي معاه مطحنه. لو انت عروسه مثلا وحابه يعني انك تجيبي، بتجيبي الخلاط وبتجيبي معاه المطحنه. انما لو انت ست بيت يعني ومش مقدرتك ان انت تجيبي الخلاط وتجيبي مطحنه لوحدها وخلاط لوحده وكده، فاسمعي الفيديو للاخر متاكده هتستفادي يعني. آه، اول حاجه الناس اللي بتقول انت جايبه من بره ازاي طيب والضمان وكده، اولا اساسا حتى لو انت جبت الخلاط، حتى لو انت جبتيه من مصر، هو يعني بيحصلوش حاجه قبل السنه. وغير كده الخلاط بيكون ضمان سنه بس، وبعد السنه انت بتدفعي اي مصاريف واي حاجه، والضمان ما بيبقاش له اي لازمه. حكايه الضمان دي بصراحه بالنسبه يعني انا بالنسبه ان انا بتعامل مع الشركات كتير في حكايه الاجهزه والضمان والكلام ده. الضمان في مصر يعتبر حاجات يعني هو لازمته ممكن تكون 20% مثلا، اللي هو لو انت جبت الجهاز ولقيتيه في وقتها بايظ او في مشكله، لان في اجهزه بيبقى فيها مشكله بعد ما بتستلمي الجهاز بتلاقي فيه مشكله جامده مثلا، فممكن يستبدلوا لك الجهاز بالضمان او ممكن يحلوا لك ايه المشكله دي بالضمان. ولكن غير كده ملوش اي لازمه بالنسبه لي يعني. تاني حاجه الخلاط برضو او اي حاجه انت بتجيبيها من بره، لو انت بتاخديه بتستلميه، لو انت شغلتيه ولقيتي فيه مشكله من اول او تاني او تالت استخدام، انت بترجعيه تاني. لو انت جايبه من شخص مضمون او محترم ومتفقه معاه على المبدا ده، انا هاخده، بس لو حصل فيه اي حاجه طبعا هرجعه لك لانه ملوش ضمان، فهو بيتفق معاك على المبدا ده، ولو حصل فيه اي حاجه انت بترجعيه. اول حاجه كده الخلاط ده جاي هو الموتور زي ما انا قلت لكم، وجاي مع الشفشه. ماشي، وجاي مع المطحنه دي ستانلس. ماشي، هي دي ممكن لو انت مثلا عندك فراخ عايزه تطحنيها، لا قطعه لحمه صغيره كده هتمشي معاكي لانها ستانلس، وما شاء الله هو الوات بتاعه حلو، وكمان خلاط ما شاء الله قوي يعني. وشركه براون بصراحه شركه محترمه يعني. وجاي معاه كمان الكبه دي. لحظه واحده. ماشي، في حاجه كمان هنا اللي هو انت دي لو انت مثلا يعني فرمتي مثلا حاجه وكده وعايزه ايا كان يعني، فحبيتي تحتفظي بيها، ممكن تستخدميها اللي هو كبرطمان كده اهو. ماشي تمام. ودي برضو التانية نفس الحكايه، جاي معاها اتنين غطا. ماشي، هو كده جاي معاه اتنين غطا، وجاي معاه زي ما قلت لكم المطحنه الاستانلس والمطحنه التانية دي. تمام. هو بيكون 800 واط. 800 واط واط كويس جدا، ولكن انت لو تقدري تجيبي واط اعلى من كده في اي جهاز، يعني دايما انا بقول لك اي جهاز تجيبيه هاتي واط اعلى، على قد ما تقدري هاتي واط اعلى، لان الواط ده ايا كان هو شركه كويسه الواط بتاعه مش بيقل مع الوقت، ولكن هو برضو مع الوقت مع السنين هو بيضعف. حتى لو هي شركه كويسه ومش بيضعف بطريقه ملحوظه، ولكن هو بيضعف يعني، وده شيء طبيعي مش عيب في الشركه. ولكن الحاجات اللي بقول لكم الوات بتاعها بيضعف والجهد بتاعها بيضعف بسرعه، ده بيبقى من بعد كام استخدام يعني، تالت رابع استخدام خامس استخدام بالكتير، بتبقى الوات بتاعها مش حقيقي، بتديكي جهد حلو قوي في الاول وبعدين الجهد بتاعها بيقل جدا. تمام. فبالنسبه للبراون، بالنسبه للخلاط ده كده، بالنسبه لسعره، هو كان خلاط بالنسبه لي ممتاز جدا. خلاط بصراحه شركه براون بالنسبه لي ما فيش عليها اي اختلاف. ولكن هو لو في عيب فهو عيب، ولو انت هتجيبيه من مصر فانت هتجيبي الخلاط لوحده من غير المطحنتين وبيكون سعره عالي. انا جايبه الخلاط اللي هو بيجي من بره، زي كان الخلاط بالمطحنتين بنفس سعر الخلاط بدون مطحنتين هنا. وكمان الخلاط اللي هنا بيكون بس ايه شكله مختلف شويه عن الخلاط ده يعني، بيبقى بس يعني هو بيبقى دي مش موجوده يعني لما بتيجي تحطي كده. ماشي، وهو بصوا لازم تديله تكه كده يعني. شوفوا انت لما تيجي تحطيه كده اهو، ماشي، بتحطيه وبتقومي لفاه كده، بتديله تكه اللي هي بتاعه الامان دي ما بتبقاش موجوده، فدي اللي بتدخل جوه. تمام.
دي بتتفك عشان تتنضفيها، طبعا بتتفك من هنا، فطبعا هي دي لو مش بتتفك طبعا هيكون افضل، ولكن براون ما بينزلش غير بالطريقه دي. فاحنا لازم بيبقى فيه عيب طبعا احنا بنتغاضى عنه عشان الجهاز كويس. فدي ان هي لو انت لقيتي خلاط براون او نزل منه مثلا موديل دي ما بتتفتحش، او انت قابلتيه قدامك، هيكون افضل بكتير من انك انت تجيبي دي بتتفتح. تمام. غير كده لو انت جبتيه برضو هاتي دي ستانلس، يعني دي لو استانلس برضو هتكون افضل بكتير. كان اللي كان قال لي المعلومه دي برضو هو صاحب، انا كنت موديه جهازي يتصلح عند توكيل صيانه براون وكينود وكده، فقال لي الفكره دي ان دي لو استانلس هيكون افضل بكتير معاكي. برضو تالت حاجه ان انت ما تجيبيش الشفشه الازاز خالص، ابتعدي عنه، سواء في براون سواء في كنود سواء في اي شركه، ابتعدي عن الازاز، لان الازاز ده المفروض ان هو بيجي عشان تجرشي فيه التلج، وهو اصلا التلج بيبوظه. برضو كان جاي كذا جهاز يتصلح فقال له ان اساسا ما ينفعش تجرش فيه تلج، فقال له انا جايبه اصلا عشان كده، لان هو بيتروج له ان هو ده الشفشه الازاز بيبقى جرش التلج. فقال له لا، دي حاجه من الحاجات اللي بتبوظه، لان التلج بيبقى جامد والشفشه اصلا بيبقى ازاز، فالموضوع ما بيبقاش يعني حلو، بيبوظ الجهاز. تمام. طب لو انت عايزه تجيبي بديل مثلا يكون سعره كويس، لو انت ست بيت بقى وعايزه خلاط بس وخلاص، هيكون تورنيدو اختيار كويس جدا بالنسبه لك. وهعمل لك كمان ريفيو عن تورنيدو. تورنيدو عندي ما شاء الله شغال بقاله 8 سنين، خلاط كويس جدا، خلاط محترم، سعره محترم. بصراحه بقاله عندي 8 سنين، وكمان كان 500 واط، بامانه ما اشتكيتش منه خالص. الشفشق بتاعه عاش معايا 8 سنين، ولما اتكسر جبت له شفشق اصلي برده قطع غيار، وكان ما شاء الله لغايه النهارده شغال كويس ما اشتكاش، واعطاله بتتصين بمنتهى السهوله. بالنسبه لبراون خلاط طبعا قلت لك هو رقم واحد، يعتبر خلاط براون رقم واحد. بس عيبه برضو ان انت لما بتيجي تصينيه بتبقى قطع غياره غاليه شويه، لازم بتروحي تصينيه في التوكيل عشان تضمني برضو ان القطعه دي كويسه، وعشان تضمني اللي هو بتصينيه في يعني ايه في اللي هو الفرع بتاع صيانه براون، اللي هو تبع الصيانه الخاص ببراون، عشان تضمني ان القطعه دي كويسه، وعشان برضو ما يعني يبقى حد عنده خلفيه فما يضركيش الجهاز، لان انت بتبقي جايبه طبعا الجهاز غالي بتبقي عايزه تحافظي عليه. ولكن هو بصراحه يعني مش اعطاله برضو هتكون قليله جدا جدا جدا. وهو الفرق بين الجهاز الكويس والجهاز مش كويس ان الاعطال بتبقى قليله جدا، بيبقى يعني ايه مشاكله قليله، بيبقى استخدامه حلو ومريح بالنسبه لك وكده. دي كانت كل حاجه عن براون. ولو انت عايزه خلاط بسيط يعني ويكون حلو معاكي، خليكي في تورنيدو. ولو انت برضو عايزه تعرفي اكتر هعملك فيديو تاني عن خلاط تورنيدو، تابعيني وان شاء الله الفيديو يفيدك. لو انت عندك اي سؤال برضو تقدري تسيبولي في كومنت. لو انت برضو جربتي نوع كويس قوليلي، لو انت برضو الخلاط ده اشتريتيه وما كانش كويس معاكي او كان كويس معاكي اكتبيلي معلومه عشان نستفاد منها ونفيد برضو غيرك. وكمان برضو عايزه اقول لك ابتعدي من خلاط كنود، يعني بما ان احنا بنتكلم عن خلاطات انا برضو هعمل لك ريفيو عن كنود، ولكن بما ان احنا بنتكلم عن خلاطات ابتعدي عن كنود خالص. ولو انت حبيتي وصممتي ان انت تجيبي كنود، طبعا في ناس بتبقى ارتياحه لشركات معينه، ان انا مرتاحه لبراون زي ما قلت لكم، ممكن حد تاني يبقى مرتاح جدا لكنود عشان جرب له مثلا كذا جهاز وكان كويس معاه. فلو هتجيبي كينود ابتعدي خالص خالص من الازاز، وبرضو هاتي اعلى وات، وحاولي تجيبي يعني حاجه تكون ايه من مكان مضمون وكده. وكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. انا تعملوا لي لايك واشتراك في قناتي، واتمنى اعرف رايك برضو، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله.